أنا هدى من فريق كالمانزل. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، سواء انت في مرحلة تأسيس البيت أو فرشه أو اختياراته، أو في مرحلة ما بعد التأسيس والاختيارات. هنتكلم على نصيحة لو مش هتفتكري أي حاجة تانية وانت بتأسسي بيتك لازم تفتكريها، وهي إن لازم البيت يبقى مناسب ليكي انت والأفراد أسرتك اللي هيعيشوا فيه بشكل مستمر. اللي متابعنا من زمان عارف ان احنا دايما بنقول ان اهم حاجة ان بيتك يبقى مريحك انتي ويبقى على ذوقك انتي، والموضوع ده هيفرق معاكي في حياتك اليومية. هنقسم الموضوع ل3 مراحل: في مرحلة تأسيس البيت، ومرحلة اختيارات الفرش وبقية الديكور، وفي مرحلة ما بعد التأسيس والاختيارات. أول حاجة هنتكلم فيها هي مرحلة تأسيس البيت. دي المرحلة اللي بشوف فيها البيت هيبقى متقسم ازاي، وكل غرفة هيبقى غرضها ايه ومتقسمة ازاي وهكذا. المرحلة دي لازم أفكر كويس جدا في أهل البيت واحتياجاتهم. كمثال، لو أنا مثلا شخص بحب أطبخ وبقضي وقت كتير في المطبخ، يبقى ممكن أفكر جديا إني أعمل اوبن كيتشن عشان ما أحسش إني منعزلة عن بقية البيت. وبرضو من الاتجاه التاني، لو انا بعزم ضيوف كتير ويهمني ان البيت يبقى دايما شكله مترتب ومش عايزة الكركبة اللي جوه المطبخ تبان، افكر ان انا اعمل حيطة واقفل المطبخ واعمله كلوزد كيتشن منعزل عن بقية البيت. بالنسبة للحمام، لو احنا كأسرة مش بنستخدم البانيو، بنستخدم فقط الشاور، يبقى ليه اعمل بانيو ياخد حيز كبير من الحمام؟ اعمل بس واكن شاور واستغل المساحة بطريقة انسب لاحتياجات البيت، وهكذا. اما تاني نقطة بقى هنتكلم فيها وهي مرحلة فرش البيت. خلاص اسسنا البيت وقسمناه على حسب احتياجاتنا، نيجي بقى نفكر في اختيارات الفرش والماتيريالز والالوان اللي هنستخدمها في كل حتة. لازم ده برضو يعكس شخصيتنا واهتماماتنا، وهنا بيبقى فيه توازن ما بين العملية، اني اختار حاجة عملية وهتساعدني وتريحني، واني اختار حاجة جميلة. العنصرين دول مهمين جدا، لكن لو في عنصر اهم شوية من التاني هو ان الحاجات اللي انا هختارها تبقى عملية. يعني مثلا في المطبخ الرخام بيبقى شكله جميل جدا، لكن هو مادة بورس فيه مسامات كتيرة، وبالتالي بيبقع وصيانته مش سهلة. فممكن اختار كبديل الجرانيت، بيبقى هيفي ديوتي ويستحمل اكتر. ولو انا مثلا شخص مش بستقبل ضيوف كتير، ملهاش معنى اني اجيب ترابيزة سفرة كبيرة تاخد حيز كبير وانا هستعملها مرة او مرتين في السنة. ممكن اصغرها شوية واستغل المساحة في حاجات تانية انسب للبيت. اما بقى تالت مرحلة وهي مرحلة ما بعد التأسيس والفرش وهكذا. انا دلوقتي بيتي خلاص متقسم ومفروش وكل حاجة، وحاسة انه مش بيلبي احتياجات العيلة او الاسرة اللي قاعدة فيه، وانا مش مستغلاه بطريقة مفيدة لينا. ممكن اعمل ايه؟ في حاجات كتير جدا ممكن تتعمل. لو انا مثلا عندي غرفة للضيوف مش مستغلة، أوضة زيادة، وأنا بحتاج أشتغل مثلا من البيت، ممكن أقلبها إلى غرفة مكتب. وممكن كمان لو أنا شخص مهتم بالرياضة أقلبها للجيم، أعمل جيم في البيت. ونفس الكلام في أي ركن في البيت، لو عندي ركن فاضي مش مستغل ممكن أحط فيه المكتب، أحط فيه الجيم، أعمل ريدنج كورنر، حتة لو أنا بحب القراية أحط فيها كتاب وتبقى حتة هادية أروح أقرأ فيها وقت ما أنا أحب. وفكرة كمان جميلة جدا هي اني ممكن احول الاوضة دي او الركن ده لركن صلاة، يبقى في مكان مخصص للصلاة جوه البيت. اهم حاجة اني ابقى مستغلة كل ركن في البيت في حاجات هتبقى مفيدة ليا وللأسرة، وما بصتش الاقي ان انا مش بستخدم جزء كبير قوي من البيت. ما تنسيش ان الضيوف والترندات والحاجات دي كلها بتيجي وتروح، لكن الناس اللي قاعدة جوه البيت هم اللي بيستخدموه بشكل يومي ومحتاجينه يعكس شخصيتهم واحتياجاتهم. عشان كده فكري كويس جدا وخططي بالطريقة المظبوطة عشان البيت يبقى مناسب لاحتياجاتك واحتياجات أسرتك.